على امتداد القرون أفرزت اليهودية المغربية شخصيات دينية وفكرية لامعة، تجاوز تأثيرها حدود الوطن لتبلغ صداها العالم اليهودي بأسره. الحاخام حايم بن عطار 1696 إلى 1743 المولود بمدينة سلا يعد من أبرز علماء اليهودية في تاريخ المغرب. لا يزال كتابه الشهير أور الحياة أورها حاييم يدرس حتى اليوم في المدارس التلمودية داخل إسرائيل وخارجها. الحاخام يهوذا بن عطار الذي تولى منصب الحاخام الأكبر لفاس في القرن ال18 تميز بورعه وحكمته، فكان مرجعا دينيا ومصلحا اجتماعيا ذا تأثير كبير داخل الجالية اليهودية المغربية. الحاخام شلومو عمار من مواليد الدار البيضاء شغل منصب الحاخام الأكبر ليهود السفرديم في إسرائيل بين عامي 2003 و2013، وقد مثل في مسيرته رابطا حيا بين الإرث اليهودي المغربي والهوية الإسرائيلية المعاصرة. لم يكن هؤلاء الحاخامات مجرد علماء دين، بل شكلوا ركائز روحية وأخلاقية للجالية اليهودية المغربية، واطلعوا على دور محوري في نقل المعارف والتقاليد والدفاع عن مصالح جماعتهم في لحظات تاريخية حاسمة.